مساء الخير، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل صينيه بطاطس بالسمك، وهنعمل سمك مقلي، وهنعمل رز احمر. هنشوف هنعمل ايه. هنحط البطاطس حبشناها كده بشويه توم وفريش، وهنحط ليمون، وهنحط طماطم وفلفل كوبي وفلفل الوان، وهنحط السمك بتاعنا، هنحط شويه ملح، وهنحط كمون، وهنحط شويه توم كده، نحط في السمك كده من جوه عشان يدي طعم حلو قوي للسمك. هنحط كده شويه كزبره وبقدونس، هيدي طعم جميل قوي. وهنحط هنا كوبايتين ميه، ودي شكلها قبل ما تخش الفرن، وهنحطها في الفرن. وقبل ما ندخلها في الفرن هنحط عليها شوية زيت كده، وبعد كده هنحطها في الفرن. هنعمل كده رز احمر. حطينا الزيت، وهنحط البصلة بتاعتنا، وهسيبها بقى ايه تحمر كده. البصلة اتعملت معانا، احمرت اهيت. هنحط 4 كوبايات مية علشان احنا هنعمل 4 كوبايات رز. هنحط الملح بتاعنا، ونغطيها بقى لحد ما المية تغلي. هنعمل كده تتبيلة السمك معانا اهوت، وهنا الثوم، وحطينا شوية حباش وكزبرة وبقدونس بيدي طعم جميل قوي. حطينا ملح وفلفل اسمر وشطة، وهنقلبها كده مع بعض، ونتبل بقى ايه ونتبل كده السمك كويس. هنحشيه كده كويس، وكمان ايه هنقطعه بالسكينة من الجوانب عشان ايه ياخد كده طعم التتبيلة كلها. وهنحشيها كده كلها. جربوا الطريقة دي في التتبيلة هتعجبكم قوي. وكده خلص معانا تبلناها جوه. هنحط بس شوية من فوق كده، ونسيبها ايه ساعة كده في التتبيلة، وبعد كده نقليها. كده المية غلت معانا، فهنحط الرز بتاعنا. حطينا كده الرز بتاعنا، هنسيبه بقى ايه لحد ما يخلص. هنوطي عليه بقى ايه لما المية تنشف. وكده سيبنا يتبلوا شوية، هنحطهم بقى ايه في الدقيق كده ايه كويس. هيطلع معانا مقرش، بس المهم تحطوه حلو قوي اهو، عشان يطلع معاكم مقرمش. نعمل كمان واحدة قدامكم. وبعد كده هنقليه بقى في الزيت. وكده بنقليه اهوت في الزيت، وهنطلعه لكم بقى ايه لما يخلص. شايفين شكله حلو ازاي؟ علشان احنا ايه قلتلكوا على التوابل ديت
تخليه جميلة، وكمان الدقيق لما احنا نعمله حلو. وكمان الرز استوى معانا اهو، شكله تحفة. لسه بقى ايه، هنغرف الحاجات دي. جربوا الطريقة دي هتعجبكم قوي. كده كله استوى معانا الرز، ومعانا السمك المقلي، وصينية البطاطس الخطيرة، والرز، وعملنا شوية سلطة. وبالهنا والشفا، وشكرا. ومتنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة.